ومرحبا أيها المتابع العزيز. إذا تابعت الفيديو الماضي اتكلمت عن اهتمامي بالديب ويب والدارك ويب، وفي الآونة الأخيرة وبسبب اهتمامي وإثارة فضولي لهذا الموضوع عم بتصفح الديب ويب بشكل كتير كبير. وتكلمنا عن أنه هناك في مجال الكاردينج اللي هو عمليا بيع والتجارة ببطاقات الائتمان والبطاقات المدفوعة مسبقا أو البطاقات التي تعمل المسروقة أو الكلونت، يعني اللي بيعملوا زيها طبق الأصل وبيبيعوها. طبعا كل هاي البطاقات على ما أعتقد مسروقة من أشخاص أبرياء، ولكن بتنباع بالديب ويب بأرقام جدا بخسة. يعني بيكون فيها رصيد على سبيل المثال $5000 وإنت بتدفع ثمنها فقط $100. فبعد ما تحققنا من الموضوع، وإذا بتحب تتابع الفيديو السابق عن هاي الأسئلة تقدر ترجع للقناة وترجع للموضوع. كان السؤال كان هل هاي البطاقات حقيقية أو لا، وأجمع الجميع بنسبة 90% إنه هاي البطاقات فعلا حقيقية. ولكن السؤال اللي بتساءله، إذا قمت بشراء بهاي البطاقة الائتمانية أو إذا قمت بشراء هاي البطاقة من الأساس، هاي طبعا مسروقة أو مستنسخة من شبكة الديب ويب أو من الدارك ويب، هل ممكن للشرطة إنها تقبض علي؟ هل ممكن أورط نفسي؟ والجواب وبعد بحثي راح يفاجئكم. إذا قمت بشراء بطاقة ائتمان مسروقة أو مستنسخة من الشبكة الداكنة، هل يمكن للشرطة أن تتتبعك؟ طبعا هذه الأسئلة مجرد فضول. لا أنصح أي شخص بأن يتم أي تعامل مع هذه المواقع عبر الإنترنت المظلم، لأنك تتعامل مع محتالين وهاكرز وأشخاص أشرار لا تريد أن تعطيهم عنوان بيتك. بكل الأحوال السؤال هو افتراضي، ولكن طبعا هنالك العديد من الأشخاص قامت بهذا الشيء وحصلنا على العديد من الإجابات. الإجابة الأولى تقول لا أعلم. رأيت حالات على حد سواء في الأخبار المحلية وعلى الإنترنت لأشخاص تم اعتقالهم لاستخدام أجهزة السحب الشهيرة، وهي الأجهزة الصغيرة التي يستخدمها الناس لاستنساخ بطاقات الائتمان في أجهزة الصراف الآلي أو في بعض الأعمال لنسخ بطاقات الأشخاص الذين يأتون للشراء. ولكن لم يتم اعتقال أي شخص لشراء بطاقة ائتمان أو سحب أموال من صراف آلي باستخدام بطاقة مستنسخة أبدا. هنالك المزيد من الأشخاص الذين يقولون أنها كلها زائفة تماما، حيث تركز السلطات أكثر على القبض على الأشخاص الذين يقومون باستنساخ من الذين يشترون هذه البضائع. إنهم كما لو كنت تشتري الماريخوانا، حيث تكون كل السلطات أكثر اهتماما بمن يبيعون ممن يشترون. بإيجاز لا، لأنني أؤكد لك أن أي شخص اختار شراء هذا المنتج يفعل ذلك لسبب، ويجب أن يذكر أن هنالك العديد من الأشخاص الذين قاموا بشراء ذلك لأكثر من 10 سنوات ولم يتم القبض عليهم أبدا. هنالك إجابة قصيرة تقول لا تستمع إلى هذه التعليقات، هنالك أشخاص قاموا بفعل ذلك لسنوات طويلة ولم يتم القبض عليهم أبدا. إجابة أخرى تقول هذا ليس مجال خبرتي. على حد علمي الأفضل نعم يمكن إدراج بطاقة الائتمان في قوائم الحظر، وينصح التجارة بهذا. لقد حدثت حالات حيث تم إيقافي عند القيام بعمليات شراء بسبب فحوص احتيال، بما في ذلك الاتصال بشركة البطاقة الائتمانية من قبل التاجر للتحقق من هويتي. لست متأكد ما الذي قد يحدث إذا فشلت، ولكن يمكنني تخيل توجيه الشرطة للظهور في تلك الحالات. إجابة أخرى تقول نعم، وربما يكون حتى يتعقبون عنوان الIP الخاص بك الآن، حيث أنك قد اعترفت بصراحة بالتواطؤ في ارتكاب جناية، والبنوك لا تمزح في هذا الأمر. ستتيح لك استخدام البطاقة عدة مرات بشكل متعمد حتى يمكنهم الحصول على أدلة ساحقة ضدك. في الوقت الحالي يفضل مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI والوكالات الحكومية الأخرى، يمكنهم استخراج فيديوهات لك وتتبع هاتفك الخلوي ورفع بصماتك واكتشاف أنماط السلوك والمزيد. البنوك لا تحب أن يتلاعب أحد في أموالها. ستتفاجأ بمدى التصاعد الذي يمكن أن تصل إليهم لملاحقتك. الإجابة الأخيرة تقول نعم، من السهل للغاية العثور على لصوص بطاقة الائتمان. أيضا من المحتمل بشكل كبير أن تقوم شركة البطاقات الائتمانية بتقييد البطاقة تقريبا قبل أن تحصل عليها. فهنا نرى أن الإجابات متفاوتة بين لا يمكن أن يحصلوا عليك أو لا يوجد اهتمام بالقبض عليك، بينما هناك الآخرين يقولون أن هنالك مخاطرة ومخاطرة جدا كبيرة.
فما هو رأيكم؟ أخبروني بالتعليقات أسفل هذا الفيديو. طبعا نحن لا ننصح بالتعامل مع هذه المواقع السامة والسارقة، هذا الشيء اسمه سرقة، وهذا شيء غير قانوني، وهذا أكيد. قد لا يتم القبض عليك اليوم، ولكن كل سارق سيتم القبض عليه في أحد المراحل.